عمار عدنان وهيب، رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشينكاي، نائب رئيس الاتحاد العربي، وإن شاء الله رئيس الاتحاد الآسيوي إن شاء الله قريبا. حضورنا اليوم لهذا التربص والتجمع الدولي حقيقة هي فرصة كبيرة لتونس ولمعظم الدول المشاركة منها الجزائر وليبيا والعراق. المعسكر يمتاز بحضور رسمي من قبل رئيس الاتحاد الدولي وبإشراف مباشر من قبل الاتحاد الدولي. هذا التربص كثير من الأهداف، أحد أهم الأهداف هو تطوير المستوى الفني للممرنين واللاعبين والأبطال، إضافة لأنه استعداد لإقامة بطولة على مستوى تونس، اختيار المنتخب التونسي حيمثل بطولة العرب إن شاء الله اللي حتقام في سبتمبر في لبنان. كأفريقيا الآن على وشك أنه اليوم المفروض أو غدا يعني يعلن رسميا الاتحاد الأفريقي للكيوكوشينكاي اللي حيكون مقره في تونس. علي عليلي، مدير تقني في اللجنة الوطنية الجزائرية. جينا نشاركوا يعني في هذا التربص ونشوف التربصات العالمية وكيفاش يكونوا التربصات، كيفاش يكون التنسيق، وجينا حتى نشوفوا أمورنا يعني على الاتحاد الأفريقي. إن شاء الله حيصير اتحاد أفريقي هنا ويكون يعني السياج نتاعو في دولة تونس إن شاء الله. احنا نشوفوا اللاعب التونسي كقدوة في الكيوكوشينكاي يعني في القارة الأفريقية، هذا بدون مجاملة، يعني لأن احنا نخلوا شوية نذكروا يعني أسماء، نذكروا يعني الصادق شيهان كوكا عمل جبار في تونس. التربص هذا تربص دولي في رياضة الكيوكوشينكاي تحت إشراف رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الجامعة الدولية الKWF كاراتيه كيوكوشينكاي وورلد فيدريشن، اللي هو يترأسها أنطونيو بينيرو 9 دان. يوم السبت عملنا تربص هذا للمدربين فقط. بعدنا 30 مدرب جاوا من 6 دول، جاءوا اليوم الأحد 470 لاعب ولاعبة، كل الأعمار وكل الأصناف. بعدها جاءوا الآخرين اللي هم متقدمين في الحزام البني والأسود للبداية للاجتياز الأحزمة السوداء والأحزمة المتقدمة. المكتب التنفيذي للجامعة العالمية أنه لازم يتأسس اتحاد إفريقي يكون فهمتني لا ممثل للقارة الإفريقية، واختاروني يعني باش نكون على راس هذه الاتحاد، وحطوها حتى في السيت بتاعهم اللي هو أول مسؤول على هذه الرياضة في إفريقيا، وموجودة في السيت بتاع الKWF.